أعزائنا متابعي المربع نت لأخبار السيارات، اليوم نقدم لكم لا نعلم إذا ما كنتم لاحظتم ذلك أم لا، ولكن من خلال اطلاعنا على مواصفات وشكل سيارة لاند ويند الجديدة X7 يرجع إلى أذهاننا سيارة رينج روفر إيفوك. هل هذا صحيح أم أنه توقع بسيط بأن تكون السيارة الجديدة من لاند ويند استنساخاً شاملاً لسيارة رينج روفر إيفوك؟ كانت شركة لاند روفر لتوها بدأت في إنتاج سيارتها إيفوك بالتعاون مع شريكها في الصين شيري للسيارات. لاند ويند قررت عرض نموذجها الجديد X7 2014 هذا الأسبوع في معرض كوانغ تشو للسيارات، ولكننا لم نسمع أي تعليق من لاند روفر، حيث إن السيارة تم تزويدها بمحرك شبيه بذلك الموجود في لاند ويند X5 SUV، محرك ديزل 2 لتر ينتج 201 بي اس وبقوة دفع 204 حصان، بالإضافة إلى 250 نيوتن متر من عزم الدوران، يقترن إما إلى 6 سرعات يدوي أو 8 سرعات أوتوماتيكي. أخيراً لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في قناة المربع نت ليصلك كل يوم آخر أخبار السيارات.